اسالك سؤال بقى. عارفه انت الناس اللي لما بنيجي نتناقش معاهم بيبقوا شايفين نفسهم هم الصح ومفيش حاجه صح غيرهم في الكوكب. ازاي بقى نتعامل مع الناس الجميله قوي دي؟ اول حاجه مش لازم تتعاملي معاهم. ما هو ساعات بيبقوا يعني مش اجباري، بس في كلام بيتجاب معاهم تتكلمي معاه. بس انا دلوقتي اتكلمت مع حد هو ليه راي وانا ليا راي. تمام. لو انا اتكلمت ووضحت وجهه نظري وهو اللي في دماغه في دماغه، فانا هضيع وقتي علشان ان انا اوصل له معلومه هو اصلا مش هيسمعها، هو اصلا مش هيحطها في دماغه. ليه؟ لان اللي في دماغه في دماغه. انا مع الناس ان انا احترم رايي واحترم رايك. تمام. واحترم رايك حتى لو انا مش موافقه عليه، وحتى لو انت مش موافقه على رايي. ده المفروض يكون في احترام متبادل. بس للاسف في ناس اللي في دماغها بيحاولوا ان هم قد ايه يعملوا مجهود عشان يوصلوا ان فكرتهم هم اللي صح وانت اللي غلط. انت مش محتاجه ان انت تضيعي وقتك معاهم، لان هتبقى مناقشه هتوصل للا شيء، ولا هتعرفي تقنعي ولا انت هتقتنعي. صح. الفكره ان حتى لو انت ليك راي ما تحجرش على راي الشخص الاخر او يبقى رايك هو ده اللي صح. لا، اتمنى الناس كلها يبقى في احترام يا ريت للراي والراي الاخر. يا ريت بجد.